صباح الفل، صباح الياسمين، صباح كل شيء جميل، صباحكم انتوا يا احلى بنويت. النهارده يوم روتين على السريع. هنظبط فيه البيت كده من الكركبه اللي هو فيه، وكمان هننزل نجيب حبه طلبات عشان خلاص هنبتدي مدارس ان شاء الله باذن الله من بكره بتاعتنا من بكره. ربنا ييسر الامر وهنشوف بقى روتيناتنا في المدارس والدنيا وهنوفر ازاي وهنظبط حياتنا ازاي. هنظبط البيت كده، يعني نحليه على ما يرام. والكوتش اللي على السفره ده هقول لكم ايه حكايته وانتوا تدوني رايكم فيه او تدوني رايكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده في بهدله ما يعلم بيها الا ربنا. مش كتير بس يعني ايه، الولاد بقى والرمي والحاجات دي. تمام. هنرتب الدنيا كده ونشوف الدنيا فيها ايه وما فيهاش ايه. وهنا برضو الانتري في حاجات بسيطة جدا هتتعمل. في حبة حسيل هنا وفي حبة حسيل بره هنلم بقى الدنيا وهنطبق وهنشوف الدنيا فيها ايه. استعنت بالله واتكلت على الله وابتديت الروتين. هو مش روتين، انا زي ما انتوا عارفين ان انا لسه منضفه البيت من قريب، وكل يوم بعمل يعني بجانب بقى الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم والفيديوهات بتاعه المشتريات وكل حاجه. انا بنضف البيت كل يوم، ده اساسي. فالنهارده بقى ايه، اللهم صل على الحبيب، بناء ان احنا خلاص هنبتدي المدارس يوم الاربعاء. قولوا لي بقى انتوا في الكومنتات ابتديتوا المدارس ولا لسه هتبتدوا؟ وولادكم في سنه كام؟ انا طبعا انتوا عارفين ولادي في سنه 5 وفي سنه تالتة اعدادي. ربنا يا رب ينجح ولادنا جميعا يا رب ويقوينا عليهم ويهدي ولادنا جميعا يا رب. وبصفة خاصة تقريبا الصبيان، لان انا حاسة الصبيان في حتة والبنات في حتة تانية. ولا انتوا شايفين ايه؟ ولا البنات بقت شبه الصبيان وكلهم بقوا زفت؟ قولوا لي في الكومنتات، البنات شبه الصبيان ولا ايه؟ لو البنات زي الصبيان حطوا لايك. تمام. لو لا البنات مش زي الصبيان يا ام ياسين، الصبيان اصعب، حطوا ايموشن الولد اللي بيعيط ده، عارفاه اللي هو الايموشن الاصفر اللي بيعيط ده. ولو انتم مقتنعين الاتنين شبه بعض حطوا اللايك. تمام. اللهم صل على الحبيب. ابتديت بقى ان انا ايه الم الحسيل كده. عندي كميه حسيل يا بنات انا مش عارفه بتيجي منين، والله العظيم من ساعه لما ربنا اراد ان الدولاب بتاع اوضه الولاد يبوظ وياسين ابني مش راحمني. هدوم نضيفه على هدوم مش نضيفه فوق بعضها، شرابات، بجد بيكسل يحط الحاجه في الباسكت بتاع الغسيل، على اني انا اصلا حاطه لهم باسكت وقلت له اللي عنده حاجه يحطها في الحته الفلانيه واللي عنده حاجه نضيفه يعلقها في الحته الفلانيه. تعبني تعبني تعبني، اكتر حد تعبني في الهدوم اللي بتترمى هو ياسين. ويوسف بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، مش عايزه حد يحسده، بقى بيتعلم منه. يعني عايزه اقول لكم هما الاتنين بيتعلموا من بعض، كاتهم نيله هما الاتنين بجد صعب جدا جدا. ولما اعتمد عليهم يعملوا حاجه ما بيعملوهاش كامله متكامله. يعني انا من كام يوم قلت لياسين رتب لي الانتريه وظبطه. عايزه اقول لكم فتح السوست، انا مش عارفه هو فتح ليه اصلا. يعني انا كانت امنيه حياتي اعرف هو فتح السوست ليه، وسالته السؤال ده ولا رد عليا ولا اكني بتكلم. قلت له يا ابني انت قلت لك رتب الانتريه، فتحت السوست ليه؟ بصيت لي كده راح قال لي بهويهم يا ماما. مش عارفه ايه العلاقه ان هو بيهويهم بيفتح لهم السوست. قولوا لي انت لو مقتنعين باللي هو بيقوله، قولوا لي في الكومنتات. بس يا بنات المهم لميت الحسيل ده. والله يسامحهم الجيران، الله يسامحهم. عايزه اقول لكم رميني اللي هو الحت كده او مش حت، هي حاجه بيضه مرميه على الحسيل. يعني ما تعرفيش حد من الولاد كانوا بياكل زبادي فوقع على الحسيل، ما اعرفش. المهم ان انا لميت الحاجات اللي مش نظيفه دخلتها الحمام تاني عشان اغسلها، والحاجات النظيفه حطيتها في السبت. وان شاء الله بقى ايه هركنهم كده على جنب الحيط لما اخلص كل اللي ورايا النهارده واقعد اطبق كله كده قبل ما ادخل بقى ايه على الهم يا لوزه. والحاجات دي منين؟ كل مرة بلمعهم كل يوم قدامكم مش قدامكم بلمعهم. وشباك البلكونة اللي انتوا شفتوهم بقع ده او ملطح زي ما بيقولوا كده، عايزه اقول لكم غسلته ومسحته 9000 مره، لدرجه ان انا قلت لابو ياسين انا زهقت من شباك البلكونه، نفسي اعرف هو بيبصم من ايه. كل شويه امسحه كل شويه امسحه والمعه بملمع الازاز واعمله وبرضه بيبقع، معرفش ليه. مش عارفه، اللي عنده حاجه قلمونتين يا بنات يقول لي لو هو كده في الطبيعي، يعني ان انا زهقت بصراحه. المهم بقى قعدت المع كده. وتعالوا بقى اقول لكم قصه الكوتش ده وانتوا تدوني رايكم او تدوني الافاده منكم انتوا برضو عشان انا محتاره. بس كده يا بنات عشان انا محتاره في الكوتشي. بصي الكوتشي ده كان جاي لياسين، بسم الله ما شاء الله، هو حلو جدا جدا جدا. كان جاي من حبيبه قلبي ام محمد، كان جاي هديه لياسين. بس للاسف طلع مقاسه صغير على ان مقاسه 44، بس للاسف هو طلع مقاسه صغير.
فالمهم يعني اني انا فضلت ركناه وقلت كل شويه ايه اقول بكره رجل يوسف هتكبر، رجل يوسف هتكبر وهطلعهوله. لقيت الموضه بتاعته هتروح ويوسف مش هيلبسه. فانتوا تنصحوني بايه؟ في ناس قالوا لي من صحابي بيعيه يا ام ياسين. انا للامانه ما اعرفش هو هيجيب لي فلوس ولا لا، وللامانه ما اعرفش هل انا لو عرضته على البيع ده هيتباع ولا لا، برضو ما اعرفش. فانتوا تقترحوا عليا ايه، ان انا ابيعه ولا اعرضه يعني وابيعه؟ هل هيجيب فلوس فعلا زي ما هما بيقولوا لي واجيب بيهم حاجه استفاد بيها، ولا اركنه ليوسف، ولا مدته هتروح، ولا اللهم صل على الحبيب اطلعه لصاحب نصيبه؟ اقترحوا عليا في الكومنتات. طيب بصوا، عشان تستسهلوا او عشان خاطر ما تزهقوش من الكتابه، اللي عايزني اطلعه لله يحط ايموشن قلب ابيض، تمام؟ واللي عايزني اعرضه للبيع يحط ايموشن قلبين حمر، واللي عايزني اشيله ليوسف يحط ايموشن اللي هو الولد المستغرب ده، اللي هو حاطط ايده على خده، تمام؟ اللي هو بيستعجب كده، تمام؟ يبقى لو انت عايزاني اطلعه لله قلب ابيض، لو انت عايزاني اقضيه اللهم صل على النبي ابيعه احط قلبين حمر، ولو عايزاني اشيله ليوسف تحطي الايموشن اللي هو الولد اللي حاطط ايده على خدته اللي مستغرب. تمام يا امارات، يبقى احنا كده متفقين. وطبعا متفقين على الايموشنات من اول الفيديو، اللي هي اللايك لو انتي بديتوا مدرسة سوري اللي هو اللايك لو البنات شبه الصبيان، واللي هو الايموشن اللي بيعيط لو الولاد البنات احلى من الصبيان. تمام كده؟ بصي عملتها لكم ايموشنات اهي، لان المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات لما عملت لكم ايموشنات الموضوع كان سهل بالنسبه لكم، وفي ناس كتير عملت ايموشنات والفيديو اتشاف شويه حلوين يعني. فانا ايه بتحمس معاكم بالكومنتات بدل ما تكتبوا وانا عارفه ان انتوا مش فاضيين. تمام. ابتديت بقى ان انا ارتب كده، رتبت الانتريه كده زي ما انتوا شفتوا، لميت الحصير وركنته، هبقى اطبقه لوحده كده في وقت كده وانا قاعده، وابتديت ان انا اطبق واظبط الكتب والحاجه. وبجد موضوع قله الدولاب مضايقاني، موضوع ان انا مش جايبه للولاد حاجه عشان خاطر الكتب والكراسات مضايقاني. وادعوا لي كده ربنا ييسر الامر والدنيا تظبط معايا الايام اللي جايه، والاقي حاجه كويسه تنفع معايا. واقترحوا عليا حاجه لو في دماغكم حاجه لاوضه الاطفال، للاوضه يعني. بس وريتكم الشنطه اللي انا وريتها لكم دي برضو كانت جايه ليوسف، وللاسف الدراع بتاعها باظ، فانا مش عارفه بقى هل هلاقي دراع ليها ولا لا. سالت حواليا ما لقيتش حد بيصلحها، فما انزل بقى 45 وكده وانا بودي يوسف المدرسه وكده هبقى اسال هناك. بس يا بنات ظبطت الاوضه وظبطت الدنيا وظبطت الحاجه على ما يرام. ما حبيتش ان انا اطول معاكم في الفيديو عشان ما تزهقوش، بس انا كل حاجه كانت موجوده عندي مش مترتبه رتبتها. وانتي طبعا لو وراكي حاجه وهي ما عملتهاش قومي اعمليها عشان خاطر تخلصي اللي وراكي، عشان احنا بجد ربنا يعين كل الامهات، ربنا يعينهم جميعا جميعا جميعا، كل الامهات والابهات عشان الابهات بتزعل. ربنا يعيننا ويقوينا على اللي احنا فيه، لان احنا يعتبر الام او الست هي عمود البيت. والله يا بنات مش بقول كده كلام وخلاص، بس انا لاحظت ان الست بتبقى شايله كتير جدا، ضغط البيت وضغط ازاي تقسم المصاريف وازاي تظبط حياتها وازاي تربي ولادها. فبجد ربنا يعيننا على اللي احنا فيه ويقوينا يا رب. المهم بقى ظبطت الدنيا كده وهيأت الدنيا وحليت الدنيا كده على ما يرام، والتليفون في ايدي ولع يا جدعان. وما اعرفش ليه، وده سبب من الاسباب اللي محليني مش بعرف اعمل فيديوهات روتينات زي الاول، لان التليفون بيسخن قوي وبيفصل وانا بصور. فبحاول اصور معاكم مقاطع صغيره كده لحد لما ربنا ييسر الامر واجيب تليفون. انا مش عارفه، انا عايزه اجيب حاجات ياما قوي يا بنات. مش عارفه في ايه. المهم يلا ربنا يرزق بالخير كله ان شاء الله باذن الله. طبعا مش هنضف معاكم المواعين، هغسل المواعين لوحدي لان التليفون زي ما قلت لكم بيسحن في ايدي وهيفصل، فانا هحطه على الشاحن يشحن لحد لما اشوف الدنيا. واللحمه دي بصراحه كان حد يعني عند ابو ياسين ربنا كرمه بمولود فذبح، فعضل ياسين دي ان احنا نعملها يعني ايه زي العقيقه. تمام كده انا نظفت المطبخ كله زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الميه عشان ان شاء الله باذن الله هناكل اكله حلوه النهارده ما بناكلهاش الا كل فين وفين. توقعوا انتوا في الكومنتات احنا هناكل ايه. بجد ظبطت الدنيا كده وتبلت اللحمه كده وظبطتها عشان محتاجه ان انا اعمل شوربه عشان اعمل الاكله اللي بتنزل في القلب.
بناكلها كل فترة طويلة جدا جدا، ومش من السهل ان انت تاكليها كل شهر. تمام، افتكروا وفكروا انتوا. هحط اللحمة على النار وهسيبها تتسلق مع نفسها، وهاخد بعضي بقى وانزل اجيب المشتريات اللي ناقصاني والكتب اللي ناقصاني. وقولوا لي انتوا بقى في الكومنتات، جبتوا الكتب ولا لا؟ خلصت الكتب ولا لا؟ وصرفتوا قد ايه في الكتب؟ انا عن نفسي وصلت ال1000 جنيه كتب فقط، كتب هنا وكتب هنا. بجد والله العظيم انا مش عارفه ايه كميه الكتب اللي انا بجيبها دي وفي الاخر ببيعها باسعار بسيطه، يعني ببيعها بعد كده بالكيلو بس. الحمد لله. المهم سبت اللحمه كده على النار ونزلت جبت حبه الحاجات دي، حبه مش كتير لان طبعا لسه ما قبضناش، بس جبت اللي هيمشيني لحد ايه ما نبتدي نقبض. الريفي عندنا كان عامل عروض، والموفراتي عامل عروض، وفي عروض مستمرة وفي عروض خلصت. كان العرض بتاعه يوم الجمعة، في عروض كانت قاعدة مكملة وفي عروض لا. فالجبنة دي انا جايباها من موفراتي بنفس السعر، ما كانش عامل عليها عرض، على ان هو كان عامل عليها عرض يوم الجمعة ب50 جنيه، لكن هي دلوقتي ب65. انا يعتبر جايبة ربع وتمن. الجبنه البيضاء لسه العرض بتاعها مستمر برضه عنده ب25 جنيه، معرفش بقى مستمر لحد يوم ايه، معرفش، هو بيقول لحد نفاذ الكميه، معرفش لحد ايه. من الموفراتي، من صبر الموفراتي. والجبنه دي كنت جايباها من 45 قبل كده من ولاد الشام ب15، ولقيتها برضو عندي حد بيبيعها في الشارع، والله ما فاكره اسمه يا بنات عشان بس ما اكدبش، بس هو واحد كده في النص بيبيعها ب15 جنيه زيها زي التاني. فجبت منه اتنين، قلت ينفعوني كده يقضوا الحرج مع السندوتشات، وجبت 10 بيضات. ودي الحاجة اللي انا جبتها كده، هي مش هتكفي لحد ما بالنسبة للولاد، بس الحمد لله ان هي موجود تقضي الحرج عشان الدنيا تبقى في السليم يا احلى اخوات. تعالوا بقى اوريكم الكتب اللي انا جبتها وصرفت كام في الكتب بس. اولا ده كتاب الباهر بتاع يوسف سنة 5 ابتدائي ب120 جنيه، انا احطه ب110 لان هو عامل عليه 10% خصم. وبجد موضوع الخصم ده ال10% شوية قوي يا جماعة، زودوا شوية عشان احنا جبنا الاخر يعني. وطبعا استاذ ياسين، المدرسين بطلوا يعملوا كتب او بطلوا يطلبوا كتب وبقى يطلبوا مذكرات، والمذكرة ب160 جنيه. مش عارفة هي اوفر ولا الكتاب اوفر، والله العظيم ما انا عارفة حاجة. او في تلك الاحوال انا بدفع. جبت دول من السكرتيرة بتاعت استاذ الرياضة بتاع ياسين، لاني ياسين كل ما يروح ما يلاقيش مع المستر مذكرات، فجبتهم له عشان نخلص. وكان عندنا كتاب المعاصر ده، ولا كتاب ايه والله ما فاكره يا بنتي، المعاصر باين، بتاع الانجليزي، لان استاذ ياسين عنده درس النهارده انجليزي في البيت. ب170 تقريبا ولا ب150، والله ما فاكره، ب150 او 170. المهم اللي انا صرفت في الحبه دول كده 500. محدش معاه 500 يا سلف اسدد بيهم ديوني لحد اخر الشهر لان خلاص انا بنهار. الحمد لله على اللي احنا فيه، وربنا يسترها علينا جميعا يا رب. المهم يا بنات، طبعا البتنجان ده عملته معاكم كذا مره قبل كده، وحبيبه قلبي اللي كانت طالباه عملتهولك مخصوص في فيديو قبل كده. فانا بقول لكم ان انا ما بيعديش عليا وقت الا لما بعمل بتنجان، والبتنجان بحب احليه في التلاجة احلى الوقت عشان ينفعني كل فتره. تمام كده. فعملتهم طبعا، انتوا كنتوا شايفيني وانا سلقاه ساعه لما كنت بوريكم المطبخ بعد ما نضفته. فلما جيت دقيت له بقى الدوم وظبطت له الدنيا كده، ورحت جايه حشياه عشان خاطر يشرب بقى من بعضه، لان الاكله بتاعت النهارده مش هتنفع جنبيها بتنجان، بس بعد كده هينفع طبعا وهيزيد ويحطي. قولوا لي بقى في الكومنتات عرفتوا الاكله ولا لا. انا بالنسبه لي هوريكم الاكله دلوقتي، وهي فته. الفته دي انا في الطبيعي باكلها من العيد للعيد، باكلها في العيد الكبير فقط، عمري ما عملتها في الايام العاديه خالص الا كل فين وفين، يعني كل ما هيفيد الحرام او كل ما يبقى عندي كيلو لحمه يعني. فالمره دي بقى لقيت عندي لحمه، والولاد بقى لهم ياما ما اكلوهاش، وانا بقى لي ياما ما اكلتهاش، فبجد حبيبتي نزلت في قلبي كده. انا بحب عامه اي حاجه، يعني اي حاجه من عند ربنا خير ونعمه الحمد لله. فلو الفيديو عجبكم لحد كده حطوا لي كومنت حلو، ولو انتوا معايا لحد وقتنا هذا قولوا جزر يا ست الكل. بحبكم كتير وبحب كل حاجه منكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا واستفدتوا، وقولوا لي انتوا عملتوا ايه في حياتكم. بحبكم وسلام يا احلى اخوات.